إيه رأيك لو مفتاح السعادة طلع إننا نبطل نهتم؟ كتاب مارك مانسون بيلخص الفكرة دي. الكتاب ده ضد هوس خليك إيجابي طول الوقت، وبيقول إن ده ممكن يكون مضر أصلا. طيب ليه مطاردة السعادة بتخلينا تعساء أكتر؟ عشان بنفضل نركز على اللي ناقصنا. لما بنفضل نفكر في الإيجابيات ده بيفكرنا بالحاجات اللي مش عندنا، فخ نفسي رهيب. والكاتب بيسمي الفخ ده الحلقة المفرغة من الجحيم. يعني تحس بالسوء عشان حسيت بالسوء. يعني مثلا بنقلق، وبعدين نقلق إننا قلقانين، فجأة القلق بيبقى 2 مش 1. طيب والحل إننا نكسر الحلقة دي ونتقبل إن عادي الدنيا تبوظ ساعات. بس ده مش معناه لا مبالاة، لا، معناه إنك تبقى مرتاح مع كونك مختلف عن الباقي. الفن كله إننا نختار الحاجات اللي تستاهل اهتمامنا ونركز عليها ونطنش الباقي. وهنا الخلاصة: مجرد قبولنا للتجارب السلبية هو في حد ذاته تجربة إيجابية.